بين تهديد بحرب تمسح الحضارات ووعد بسلام عالمي. أيش صار بساعتين؟ وأخيراً عم ترامب قرر يحط عقله براسه وأعلن وقف إطلاق النار مع إيران بعد ما كان بأقل من شي ساعتين بس عم يهدد إنه يقيم القيامة ويدمر حضارة كاملة. وقال إنه هذا الاتفاق بشرط إنه توافق إيران ترجع تفتح مضيق هرمز، ولا كأنه هو نفسه اللي كان عم يهدد إيران بمنشور قبل إنه رح تعيش بجحيم إذا ما فتحت المضيق غصبا عنها. وكان أبو إيفانكا كل عمل 7 مقابلات صحفية يوم الأحد كلها تهديدات لإيران بإنه تقدم تنازلات عن المفاوضات يلي هي أساساً مو معترفة فيها. هلا ترامب مصر إنه أمريكا حققت كل الأهداف العسكرية، لا وزيادة كمان. وإيش قصده بالأهداف اللي حققها؟ الله أعلم، لأنه هو يصرح من هون وينسى من هون، عادي العمر له حقه. وأحلى الشيء إنه بآخر التصريح كبل له نكتة الله أعلم تاخذ جائزة عالمية بالخيال الجميل. قال إنه أمريكا على وشك التوصل لاتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والشرق الأوسط كمان. تصفيق حار. هلا إيران كمان عم تسحب بالسيرة، فبعد الاتفاق صرح المجلس الأعلى للأمن القومي إنه إيران حققت نصراً عظيماً وإنه العدو هزم هزيمة تاريخية ساحقة. عفواً إيش عم يصير معكن؟ وبالأخير يا ريت لو خلصت الحرب عن جد، لأنه بعد كم ساعة من هالتصريحات العظيمة الأزرق ضرب لبنان ضربات قاسية، والله يستر من رد إيراني وترجع تشعل. برأيكن فعلاً خلصت الحرب ولا الحكاية بس قصة هدنة وتصريحات؟